يا صباح الورد، يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جبت لكم فيديو جديد وروتين جديد من شقة الاسكان الاجتماعي في العبور الجديدة. عايزه اوريكم كده ان الشمس بقت حامية جدا. خلاص الصيف دخل علينا. من اول يوم كده من بعد شم النسيم تحسوا ان خلاص الصيف يعني صيف. لدرجة خلاص الولاد ما بقوش مستحملين فصيفوا على طول يعني. فالحمد لله، ربنا يا رب يرحمنا جميعا. هنا بوريكم المسجد، ان شاء الله هنتابعه مع بعض كده يوم بيوم لحد ما يتشطب خالص، وان شاء الله نصلي فيه وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين. بصوا الشمس يا جماعه بتنشف الغسيل بسرعه. انا ما عنديش ستاره في البلكونه بصراحه، ما جبتش لسه ستاره في البلكونه، ويمكن يعني ما جيبش ستاره كمان في البلكونه. هقول لكم ليه دلوقتي، بس اول حاجة كده نروح كده مع بعض. نعمل كوباية شاي كده عشان نظبط دماغنا ونشوف ورانا ايه طول النهار. النهاردة فيديو هوريكم فيه الشقة. بناء عن طلبكم، حد سألني عايزين يشوفوا الشقة فيديو كامل. زي ما قلت لكم قبل كده ان انا لسه ما جبتش الاوض الخشب يعني بتاعت الولاد. فان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا ونجيب كل حاجه مع بعض. هنا بوريكم بقى المنور. المنور عايزه اقول لكم ان العماير هنا ما بين بعضها، كل عماره والتانية يعني في مسافه او مساحه كبيره جدا. يعني العماير هنا مش قريبين من بعض. فبوريكم كده العمارة التانية، بصوا بعيد رغم ان هي يعني في وشي، بس بعيدة، مسافة ما بيننا بعيدة. حتى الجناين هنا مساحتها برضو كبيرة، وما بين العماير كده زي ما كنا شايفين في البلكونة ما بين العمارة والعمارة المساحة كبيرة. وديت حاجة كويسة جدا بصراحة، يعني انا حبيتها ان ما تكونش العماير كده جنب بعض. هنشغل بقى مع بعض الغسالة كمان عشان نستغل الوقت، يعني عبال ما بنخلص بتكون الغسالة خلصت، كمان بننشر الغسيل وبنشوف ورانا ايه. ناخد بقى كوباية الشاي بتاعتنا ونروح كده نشوف هنعمل ايه ونلم الغسيل كده مع بعض. وهقول لكم ليه انا ما جبتش الستارة لحد دلوقتي. فان شاء الله يعني هنجيب آه، الستاير ونظبط كل حاجة تاني ان شاء الله مع بعض. عايزة اقول لكم ان انا يا بنات ما جبت الستارة. ليه بقى؟ عشان انا هعمل تندة في البلكونة، وهنا التندة عشان تعملي تندة لازم تصريح. تعملي تصريح قبل ما تركبي اي تندة. فاحنا بالفعل رحنا عملنا التصريح بتاع التندة، ما بيكلفش كتير. حوالي تقريبا 130 جنيه. ولا اي حاجة، عشان طبعا ما ينفعش تعملي تندة هنا من غير تصريح. لازم تعملي تصريح الاول في الجهاز بتاع المدينة. وهم يصرحولك ان انت تعملي التند، عشان لو ركبتيها او جه حد اتكلم معاكي من الجهاز وانت مش عامله تصريح، فبيشيلوها على الفور. يعني زي اي حاجه في المدينه. لما بتيجي تعمليها في الواجهه بدون تصريح طبعا بيشيلوها. فاحنا طبعا ما ينفعش يعني نغير في واجهه العماره لان ده ممنوع. ممكن تغيري في الشقه من جوه، انما الواجهه من بره لا. يعني احنا حتى كمان معرفناش ان احنا نعمل الشبابيك اراموتال كلها، معرفناش لا عشان ممنوع. بس هنا بقى فانا ان شاء الله عملنا التصريح ومعنا التصريح، بس لسه ما عملناش كمان التندة. يعني احنا استنينا شوية بصراحة، قلنا عشان لسه في ناس فوق هيجوا يسكنوا ولسه في ناس هتيجي توضب. فخفنا بقى يعني ايه حد يجي وكده وبعد كده يعمل اللحام والمناشر، احنا عارفين الحديد فهيخرم التندة. فقلنا يعني نستنى شوية بحيث ان لو حد جه سكن ووضب يعني نبقى نركب التندة بعدها على طول. هو ده اللي مخليني ان انا كمان ما اجيبش الستارة يعني. وممكن في نفس الوقت ابقى اجيب الستاره واخليها يمت جوه. بس لما نشوف التندة الاول هتتركب ازاي عشان ما نخرمش للستاير يعني بره، وبعد كده نضطر ان احنا نشيلها. دي حاجه. تاني حاجه عايزه اكلمكم عليها، في ناس سالتني على الخدمات. في هنا يعني محلات او كده. انا المنطقه اللي انا قاعده فيها دي منطقه الياقوت. فيها خدمات كتير، وحتى في الفيروز وفي الماسة
وفي الواحة كلها هنا في خدمات، في مولات كتير فاتحة اللي هي السنتر ده. بيبقى فيه بتاع خضار، بيبقى فيه بتاع فراخ، بيبقى فيه فرنة عيش، بيبقى فيه كل حاجة. هنا بالنسبة للياقوت في شارع المهندس، في برضو حد بتاع سمك وفراخ وسوبر ماركت 2، وكمان صيدلية، في 2 صيدلية. صيدلية هنا في شارع المهندس وصيدلية تانية برا. ففي يعني في خدمات كتير متاحة. والمسجد كمان اللي انا وريتهولكوا اللي بيتبني ده هيبقى فيه مركز عيادات، هتشمل كل حاجة. انا عرفت كده. بس و... وبالنسبة للمدرسة اللي هي الثانوي التكنولوجيا دي، انا عرفت ان هي كانت السنة اللي فاتت بتاخد من 170 مجموع. السنة دي بقى انا بصراحة مش عارفة يعني، لان هيبقى السنة اللي فاتت كانت مرحلة واحدة، لان العدد كان قليل في السكان، هنا كان العدد قليل. السنة دي ما شاء الله فالعدد كتر جدا يعني. الحي بقى مليان ناس كمان، وناس كتير جات سكنت، وناس قعدت في الحي ال13 وال14 اللي هو الإعلان العاشر ده. فربنا يرزق الجميع، فاللي عايز يجي وهيستقر يعني ما يبقاش قلقان وخايف ما يبقاش فيه خدمات. بالنسبة للنت، في حد سألني تاني على النت انا شغالة النت ازاي؟ عادي يعني. احنا جينا قدمنا في الحي الخامس تقريبا، الشركة بتاعت وي اللي هي بتاعت اتصالات. قدمنا عادي على التليفون، وجم ركبولنا الراوتر، وقدمنا على التليفون وركبنا كل حاجة يعني. ما بيتأخروش بصراحة، لأن كل حاجة هنا جاهزة. فهيجوا بس يوصلوا السلك، هم عاملين حسابهم للتليفونات وعاملين حسابهم في كل حاجة يعني. فبيجوا يوصلوا على طول. فمحدش يبقى قلقان ان حد يجي يسكن هنا وكده، وحد يبقى قلقان مثلا ان مش هيبقى فيه خدمات او مدارس. وكمان في مدارس كمان بتتشطب، لان في المدرسة يعني واخدين كل الولاد. فالسنة دي ان شاء الله في مدرسة تانية هتتفتح جديدة على السنة الجديدة، كانوا بيقولوا هيقسموا الولاد كل واحد الحي بتاعه، هينقلوا الولاد في المدارس التانية. بس كده. فانا مش عايزاكم تبقوا قلقانين اني يعني حد يجي يقعد ويبقى ناقصه في الخدمات وحاجات كتير. في كمان في الجهاز، في ناحية شركة الكهرباء، اللي عارف تقريبا في حي الشباب، في سوق كبير اسمه أسواق الخير. دوت فيه كل حاجة يا بنات. أنا بروح هناك كل أسبوع تقريبا، أو كل ما أحتاج حاجة بصراحة أنا بروح بجيب منه كل حاجة. الأسعار هناك رخيصة جدا. متاح هناك كل حاجة تتخيليها، من يعني اللحوم، آه، قسم هو معمول للحوم، وقسم للخضروات، وقسم للفواكه، وقسم للعطارة والصبان. لدرجة أدوات المنزل هناك بتتباع، اللي هي الأدوات بتاعة المطبخ بتتباع هناك. في عطارين، في كل حاجة، في ناس بتخيط، في ترزية، في ناس بتخيط، في كل حاجة هناك في السوق بصراحة يعني. متاح كل حاجة هنا بقى يا بنات. انا خلصت ترويق الصالة، وكمان كنسنا بالمكنسة وظبطنا الدنيا وطبقنا الغسيل وشيلنا كل حاجة. هنا انا بوريكم بناء عن طلبكم، كان حد عايز يشوف الشقة. دي الطرقة بتاعة الشقة. انا جبت السجادة ديت عرضها 80 في طول 5 متر. هي عرض 80 سنتي في طول 5 متر. بس كده. وجبت النجف الصغير ده وحطيته، ما شاء الله ضغطه حلوة جدا والله يعني. حتى لو الواحدة، لو النجف اتحطت في الأوضة فهي هتنور يعني. بس أنا جبتهم كده وحطيتهم في الطرقة الاتنين. أنا مغيرتش باب البلكونة الصغيرة زي ما هو. دي أول حاجة. دي الأوضة، أول أوضة بتقابلنا قدام المطبخ هي كده. دي اوضه الولاد. بصراحه انا لسه زي ما قلت لكم، انا ما جبتش لسه الاوض الخشب دي. السراير بتاعتهم كانت في الشقه التانية عندي. جبتها، بس جبت السراير من هناك بس، وحطيت في كل اوضه كده سرير،
وفرشتها كده مؤقتا بس كده لغاية ان شاء الله ما هنجيب الاوض وهنشوفها مع بعض باذن الله. بس ظبطنا يعني، ركبنا النجف، ركبت الستاير، ركبت كده بس الستاير التقيلة دي عشان تضلل بس من الشمس كده والإضاءة بتاعت الشباك. بس أنا عاملة ستاير لسه شوفون وكده، بس بصراحة ما ركبتهاش. مستنية بقى يعني، ولا السجاد، أنا جايبة سجاد تاني جديد للأوض. بس مستنية بقى لما افرش الاوض واجيب الغرف يعني، ابقى احط بقى السجاد واحط الستاير الشيفون ونظبط الدنيا ان شاء الله، هنشوف كل حاجة مع بعض. ده السجاد اللي كان موجود عندي في الشقة التانية. السجاد ده كبير، اللي هو الاتنين في 3. بصي بقى لما تبقى السجادة مفروشة كلها كده وفي فارغ كمان تحت الشباك، تعرفي المساحة يعني. هي الأوضة أنا بحسها أكبر من 3، بس هي في المقاس تقريبا 3 في 3. عايزة أوريكم كمان إن بصوا الشبابيك بتطل على الجنينة. نفتح الشباك كده والله يعني نور ربنا بيدخل والشمس بتدخل لحد جوه، ما شاء الله يعني. بتبقى المنظر كده شكله جميل والله. فانا كنت بتمنى لما جينا نستلم الشقة وقالوا خلاص هنستلم، بقيت اتمنى ان الشقة بتاعتنا تكون خلفي عشان بسبب الجنينة وكده. انا بحب المنظر الطبيعي وبحب الجناين وبحب الاشجار وبحب الورود. نفسي اجيب بقى اللي هي او الحاجات اللي هي الورد دي واحطها كده على السور. ديت الأوضة التانية، دي الأوضة بتاعت بنتي. برضو زي ما قلنا دي سرايرهم اللي كانت هناك بتاعت أوضة الولاد، وانا جبتها حطيتها زي ما قلت لكم كده. في كل أوضة حطيت سرير بس مؤقتا، وبرضو نفس الستاير ونفس النجفة ونفس كل حاجة مؤقتا، لان انا عايزة اجيب يا بنات، اجيب سراير اللي هي المتر، اجيب سريرين في كل اوضه، سريرين متر ودولاب متر ونص وكومود كده صغير ما بين السراير. وخلاص يعني من غير تسريحه يعني. عايزه المقاس الخشب يبقى صغير عشان نسيب برضو مسافه في الاوضه، ان يعني يبقى في طرقه ما بين السراير وكده وقدام الدولاب. ان شاء الله هشارككم كل حاجة مع بعض. كل حاجة هشتريها هشارككم معايا فيها بإذن الله. هنا برضو الشباك، عايزة اقول لكم ان ال3 اوض اصلا هما يعني على صف واحد. عايزة بوريكم تاني في فيديو ان شاء الله ان باب الأوضة احنا يعني ضيرنا باب اوضة النوم وعملناه، يعني اوضة النوم بيتفتح لجوه، احنا غيرناه وبقينا عاملينه بيتفتح لبره. بصوا المنظر الجميل جدا، الولاد كمان بتلعب، يبقى قدام عينيكي وتبقي شايفاهم. بس كده انا بوريكم بقى من الشباك آه الجنينة وكده. يلا ربنا يرزق الجميع يا رب كده، واللي ما جاش يسكن يا جماعة تعالوا وما تبقوش قلقانين. وتعالوا اقعدوا، وفي خدمات كتير والله مش هتبقوا قلقانين. وبعدين المواصلات كمان يعني المواصلات سهلة جدا. المواصلات سهلة جدا ان انت تروحي اي حي من حي الشباب. حد بيروح برضو هناك، بيروحوا اسواق الخير اللي قلت لكم عليها. بتقدري تروحي تركبي في باصات اللي هو كيو2 ده، بيوديكي لحد هناك وبيوديكي يعني بيوديكي لحد حي الشباب، ومن الشباب بتاخدي كده اللي هي العربيات السوزوكي دي بتدخلك لحد السوق جوه. هنا بوريكم بقى البلكونه الصغيره. بصوا يا بنات، احنا دخلنا الحنفيه والفيشه بتاعه الكهرباء اللي كانوا في المطبخ. انا قلت لكم هعمل لكم الفيديو واوريكم. احنا دخلنا الفيشه بتاعه المطبخ والحنفيه، رحلناهم في البلكونه زي ما احنا شايفين كده، لان انا ما كنتش حابه ان هم يفضلوا في المطبخ عشان انا استغل يعني الحيطه للمطبخ وكده. وهنا انا عامله الباب الحديد بتاع باب الشقه، وعامله الجنب بتاع البلكونه الكبيره حديد برضو، بس لسه بصراحه مركبناهوش. انا قلت لكم ناقصني حاجات كتير لسه ما كملتهاش، لان انا ناويه اقفل البلكونه الصغيره دي، اقفلها حديد زي البلكونه اللي قصادنا بالظبط اللي انتوا شفتوها دلوقتي. بس كده. هي دي الشقه وهي دي الطرقه ودي اوض الولاد. فادعوا لنا كده ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا ونجيب كل حاجه.
حتى انا كمان حسيت سجادة الطرقة قصيرة. قولولي رأيكم ايه يا بنات، اغيرها اجيب واحدة متر ولا اخليها زي ما هي؟ بس هنا وكان دوت بقى دي كانت الشقة بتاعتنا، وربنا يا رب يكرمنا جميعا. هنا بقى دخلنا المطبخ خلاص، هنشطب شوية المواعين. خلاص انا كنت غسلة المواعين بالليل ومظبطة كل حاجة. طلبوا بقى بالليل يا ماما فشار، يا ماما فاكهة، مش عارفة ايه كده يعني. وبهدلنا شوية حاجات كده وشوية مواعين، وسبتهم بقى في الحوض. بصراحة ما قدرتش اعمل حاجة تاني، خلاص دخلت نمت عشان كان في مدارس الصبح ولازم نصحى بدري. فانا لما بيبقاش في شغل كتير بصراحة انا بنزلهم المدرسة وبعدين برجع انام شوية، ولما بقوم كده بشوف اللي ورايا وبنبدأ شغل لحد ما بيجوا من المدرسة بكون ظبطت الدنيا في الشقة. يا دوب بقى بنبدأ نعمل الغدا، واللي وراه درس بيروح واللي وراه كده مدرسة، لأن المدرسة هنا فترتين. عايزة أقول لكم إن الابتدائي الصبح والإعدادي الظهر، فدي لوحدها برضو معاناة، يعني معاناة ان انت بتصحي الصبح الساعة 6 عشان تنزلي الولاد الصغيرين، وبترجعي تاني تصحي. عندي ابني في اعدادي بتصحيه عشان يروح المدرسة. فتحسي ان النوم بيبقى ملخبط، الوقت ملخبط ما بين الفترتين يعني الصبح والظهر. والحمد لله ربنا يعيننا جميعا ان شاء الله. يا رب كده اكون رديت على كل تعليقاتكم، واكون فدتكم بالاسئله اللي انتوا سالتوها. ولو في اي استفسار تاني اكتبوا لي في الكومنت، وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو وهرد عليكم باذن الله في فيديو جديد ان شاء الله. هنخلص بقى كميه المواعين، هي مش كتير يعني، هو حبة صغيرين، بس انا حبيت اشارك معاكم كده ونتكلم شوية عن الخدمات اللي موجودة في العبور. والناس، في ناس كتير لسه ما جاتش استلمت، ويعني ما جاتش قعدت، واللي استلم كمان في ناس كتير لسه ما جاتش، ولسه ناس بتوضب يعني. بس بقى كده خلاص خلصنا المواعين، وهننضف كمان الحوض عشان نقف كده ايه ونعمل البوتاجاز، عشان يبقى لنا نفس كده نقف نعمل الغدا مع بعض. خلصنا كده الحمد لله غسيل المواعين ونضفنا الدنيا، وكمان هنعمل البوتاجاز عاملة سريعة. انا يعني زي ما قلت لكم يا بنات، هنا ان الشقة اصلا نظيفة وانا عاملاها يعني منضفاها، فهي بس عاملة سريعة كده، تلميعة سريعة عشان يعني يبقى لنا نفس كده نقف نعمل الاكل. كمان اصلا عايزة اقول لكم اني يعني المواعين مش بتخلص زي الغسيل بالظبط، ولا الغسيل بيخلص ولا المواعين بتخلص. هنا بقى نبدأ مع بعض كده نعمل الاكل. النهاردة هنعمل مع بعض قرنبيط. الاول هنحط المية على النار عشان نسلق كده القرنبيطة، وبعدين حطيت شوية ملح وشوية كمون. هنا بقى اقطع القرنبيطة. عايزة اقول لكم ان انا روحت سوق الخير يا بنات والله، بس اليوم ده معرفتش اصور بصراحة. بس ان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني وهصور لكم هناك واوريكم كمان السوق عامل ازاي هناك. ما شاء الله والله جميل جدا. انا بحب اروح اجيب كل حاجة من هناك، كل حاجة تتخيليها انت هتروحي تجيبي حاجات الاسبوع. وكمان يعني في كل حاجة، يعني هتجيبي كل حاجة ناقصاكي، لحوم، خضار، فواكه، عطارة، صبانة، لدرجة ان في حد هناك بيخيط ملابس، بيخيط، او في حد تاني بيخيط احذية. في كل حاجة تتخيلوها، حاجات اللي هي الادوات بتاعة المطبخ دي في حد بيبيعها هناك. وفي هنا كمان ناس
كذا حد فاتح الادوات اللي هي بتاعه المطبخ دي، في حد فاتح هنا عند سنتر دهب، و وفي كتير ناس فتحت هنا والله، يعني ما تبقوش قلقانين خالص. الخدمات هنا متاحة، في صيدليات كمان. وبعدين عايزة اقول لكم كمان اللي معاه يعني عربية مش هيبقى واقفة قدامه حاجة يعني، خلاص هيروح في اي وقت. العربية في الحي الاول في الشباب، هيروح يجيب كل حاجة. هنا بقى نحط القرنبيط على النار قبل ما تتسلق، وبعدين قبل ما تتسلق بقى ننضف الخضرة. عايزة اقول لكم ان انا جايبه الخضرة دي من هناك يا بنات، من سوق الخير. جبت كل حاجة من هناك، وبجيب يعني الحاجة بتكفيني كمان الاسبوع او كام يوم. لو احتجت حاجة بسيطة بصراحة بجيبها من هنا يعني. بس كده وكده بقى سلقنا القرنبيطة، خلاص اتسلقت الحمد لله. خلاص القرنبيط يا جماعة ماشي ومش هيبقى موجود، فكان هو واحد بس اللي عنده في السوق، وقلت بقى اخد واحدة كده نودع القرنبيط كده، لان انا مش بحب بصراحة اخزنه في الفريزر. بحس ان التلج بيهريه يعني، حتى الكرنب انا مش بحب اخزنه. معايا هنا بقى دقيق على حسب طبعا الكمية، كل واحد على حسب الكمية اللي هيعملها. معايا دي، وحطيت 3 معالق نشا، وحطيت كمان رشة كربونات الصوديوم، اللي هي الكربونات اللي احنا بنحطها على الملوخية دي، رشة صغيرة بتاع ربع معلقة كده. والبهارات بقى اللي انت بتحبيها بقى، شطة كزبرة كمون، اي بهارات انت بتحبي تحطيها عادي ضيفيها يعني، اللي يريحك كل واحد على حسب ما بيعمل. بس انا بعملها بالطريقة دي تحفة جدا يا بنات والله. معايا معلقة توم صغيرة مفرومة. بس كده هدوب بقى المية والدقيق والنشا والكلام ده مع بعضه كده. عايزة قوامه يبقى عامل زي قوام الكيك كده، شفت قوام الكيك او اتقل شوية، عشان هنحط البيض كمان. البيض من تحس ان بيعمل يعني مواد سايلة، فبيخفف الخليط شوية. فالاول يعني تدريجيا كده حطي المية شوية شوية، عشان ما يخفش منك. لو انت ما عندكيش دقيق تزودي او حاجة فما يخفش منك، فتبقيش عارفة تتصرفي يعني. بس فزودي شوية شوية لحد ما تاخدي القوام اللي انتي بتحبيه. كده بقى خلاص دوبناه خلاص. بصوا بصوا القوام بتاعه. هنا بقى ضفت الثلاث بيضات، يعني انا ضفت 3 بيضات طبعا على حسب الكمية. هي الرنبيتا ما كانتش كبيرة جدا يعني، هي كانت وسط، ولا كبيرة ولا صغيرة يعني. انا عملت الكمية على قدها عشان محتاجش اعمل مرة تانية يعني. بس بصوا انا بقطعه كده يا بنات. يعني لو هي الوردة بتبقى تخينة انا بقطعها نصين كده، عشان انا ما بحبوش يبقى تخين كده في القلية. انا بحبه كده يبقى رقيق وحلو. هنا بقى حطيته في الخلطة شوية عبال ما كده يشرب من الخلطة شوية. هعمل بقى شوية رز بالسمنة البلدي. جبت معلقة سمنة بلدي حلوة كده، وبعدين ضفت لها معلقة زيت، وكمان غسله الرز. هسيبه كده لما الزيت يسخن والسمنة تسيح، هروح مفضية الرز كده على السمنة. وبعدين اقلبه يعني، اقلبه اسخن الرز كده، وبعدين اضيف له شوية ملح. بس انا هعمل رز ابيض. احنا بنحب القرنبيط جنبه رز ابيض كده بالسمنة البلدي. قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنت انتوا بتحبوه ازاي، يعني بتعملوا معاه ايه؟ بتعملوا معاه كده بس يعني القرنبيط بس، ولا بتعملوا رز زي كده؟ بس كده. وهنا بقى هنضيف المية، مية سخنة، وبعدين هقفل عليه واسيبه يستوي لغاية ما نقلق القرنبيط مع بعض. حطيت بقى الزيت على النار يسخن. درجة الحرارة يعني بتاعت الزيت ما توصلش للغليان يعني، ولا يبقى الزيت بارد يعني، عشان ما نحطش والزيت يبقى بارد يقوم يشرب زيت كتير. عايزه اقول لكم ان انا نسيت اقول لكم، ما جاتش المقطع وانا بحط معلقه الخل. بضيفه على الخلطه معلقه خل كبيره.
كده بقى هنسيبه لغاية ما ياخد لون، وبعدين هنقلبه على الناحية التانية. عايزه اقول لكم الطريقه دي بجد يا بنات انا معتمداها في القرنبيط المقلي، تحفه جدا والله. يعني جربوها بنفس الطريقه وهتعجبكم. بصوا تحس ان هو بص كريسبي ازاي يعني، وعامل زي عامل زي الفراخ الكنتاكي بالظبط، واخد نفس الشكل كده. بصوا هنا بقى بعد ما قليناه وخد اللون الذهبي التحفه ده، هنطلعه على مناديل، طلعه على مصفى اللي يريحكم. بس وهنسيبه بقى يتصفى كده عبال ما هقلي بقى الباقي. اروح انا بقى ايه، عملت طبق سلطة كده. انتوا عارفين القرنبيط بيحب السلطة، بس برضو انا بحب اعمل مع الرز يعني كده. وخلصنا بقى طبق السلطة. احلى حاجة طبق السلطة ده بحبه جدا، بحب الالوان بتاعة الخضار، بحب احط فيه كل الحاجات بتاعة الالوان، فلفل الوان وجزر والخس الاحمر ده والخس الكابوتشي ده والخضرة، بيبقى حلو جدا. هنملح السلطة، هحط معلقة خل، وهحط كمان انا عصرت ليمونة، واحط رشة كمون بس كده. وهقلبها بقى واسيبها كده على جنب عبال ما نحضر الاكل مع بعض. كده وصلنا لاخر الفيديو الحمد لله. ودوت كان غدانا النهارده. اللهم دمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. آه ربنا يا رب يكرمنا جميعا ويحسن ما بين ايديكم، ويراضي الناس كلها يا رب، ويطعم الناس كلها. واشوفكم على خير وفي فيديو جديد وروتين جديد من شقة الاسكان الاجتماعي. كان معاكم شيماء يزيد.